السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا جماعه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده الفيديو مش شبه اي فيديو، وانا بحبك يا ابن الشر. النهارده الفيديو ايقوني. النهارده هتكلم عن الراجل اللي بينام وبيورينا بطاطه. راجل قرر يغير العالم، ولا تقول لي اي متلازمه في الدنيا، متلازمته هي الاصل وبقى كتفاصيل. الراجل اللي بيلعب ضغط، لا وبيقفل بتاع 50,000 ضغط. هو كده، هو جامد قوي. والراجل اللي بيروح الجيم وبيقفل الاجهزه، لا وبيديك بقى شويه صور في الجيم كده يعني خلصانه من الرايق. الراجل ده رياضي جدا، الراجل ده يعني الرياضه بتتغير منه. الراجل ده بيتصور في الجيم صور كتيره. الراجل اللي بيقعد في الجيم، الراجل الفوتوشوب يعني بقى فاهم فوتوشوب جامد قوي. والمونتاج بتاعه ما اقولكش على المونتاج بتاعه، مونتاج ما يا جماعه لا ايقوني. الراجل ده ايقوني، انا مش عارف اكمل الحلقه من كتر الايقونيه. ده غيرني وانا قاعد، غيرني حتى اسمك اكيد عرفتوه. جيار يا جماعه، غيرني حرفيا، غيرني. الراجل اللي كل ما يشوف مرايه قدامه بيتصور عليها، بيحب جدا الصور. فلو لو جيار عايز صوره يعني اللي انت عايزه. جيار انت بتغيرني على فكره من جوه. الراجل اللي كل وضعيات صوره واخده اوسكار من نوع تقيل. يعني ما تقولوش بقى اي افلام واي صور واخده اوسكار، لا هو اللي واخد اوسكار لانه بيتغير الناس. الراجل محتواه هادف جدا. الراجل اللي الراجل ده يا جماعه انا مش عارف اتكلم عليه من كتر ما هو بيتغير. انا مش عارف اتكلم عليه. الراجل ده يا جماعه يعني ما فيهوش ملوش مثيل. واحد صاحبي قال لي كلمه، بيقول لي الجيار يغير ولا يتغير. يعني الرجال بيأثر ولا يتأثر. وانا بحبك يا ابن الشر. الجيار بيفضي كوبري مخصوص عشان يعمل متلازمه الجيار. اموت وهعرف يفضي كوبري ازاي. يعني تلاقي كل العربيات ماشيه بس هو الكوبري اللي واقف عليه مش مفيش عربيات ماشيه. مش عارف ازاي بصراحه، بس تقريبا ممكن عشان عينيه كده وسيمه فكله بيتصدم فبيقف كده. عمل شبه عنده موهبه ولا حاجه. الراجل ده يا جماعه هو تامر الجيار. ده تامر الجيار، ده اللي بيتغير. الراجل ده يا جماعه بيدخل اي فرح وبيرقص وبيعمل كل حاجه وعايزها ومحدش يقدر يقول له حاجه. ليه ما حدش يقدر يقول له حاجه؟ علشان هو جيار، هو الاصل والباقي كتفاصيل زي ما قلت. ولا تقول لي الضاوي ولا تقول لي فادي بكري. تامر الجيار عامل فورمه اتحداك تلاقي زيها في مصر. تامر الجيار فورمته ما حدش عملها بالستيكس ماكس بتاعته كده وعامل. لا يا جماعه بصوا كده عضلاته مفتوله، الله اكبر. يعني حاجه تضان. عم تامر الجيار بيلعب جولات تمام في نص الشارع والدكر يكلمه. عاملين رجال على واحد خلي بالك يا جيار، انا كنت صاحبي واقف في جاي وشرته هموت يا جيار. وبيصورها وبينزلها والدكر يكلمه. لا والغريب ان هو بيكسب كل مره. ليه؟ علشان هو جيار. عم تامر الجيار بيجير ولا يتغير زي ما قلت لكم. سامحوني انا هتكلم شبهه في الفيديو ده. ضمنتونا يا ولاد الهربه. الراجل اللي بيحب الاطفال، يعني الاطفال حبيب الله، بيحبهم بيحتضنهم كده. بصوا راجل جميل جدا. يعني الراجل اللي عينه بتوجعه من الشمس، يعني هو بينزل كده بقى الصبح عينه بتوجعه من الشمس فيروح لابس نضاره الشمس وراح واخد شوطين كده ينزلهم على الانستجرام. خلاص كده يعني هو طلع ترند كده من الصوره دي. وانا بحبك يا ابن الشر. فربنا يحمي عينك من الشمس يا رب. بيتصور على النيل، يعني مصري اصيل. بيتصور على حافه النيل كده ما يخافش يقع. ليه؟ لان هو تامر الجيار اللي بيجير ولا يتغير. لا وايه، الاجانب كلهم بيحبوه. كان بايدك طلق ثانيه بدري ودي برضه كان فرق كتير كنت عامل بس يعني امشي مثلا في شارع امريكا، في شارع ايطاليا، في شارع المانيا، اي بلد، قول لهم تعرفوا تامر الجيار هيقول لك طبعا. هتلاقي عاملين فولو بقى وكل الجيار يغير ولا يتغير. الراجل اللي واخد فيلم ابراهيم الابيض عنده محتوى.
عشري عدم يلا يلا خلاص استنى يا هيما بتعمل ايه يا عشري؟ امي في الشمعة الصبح يا ابني دماغ لو واحد ما بتجيش وانا ما ينفعش امشي غير وانا بمشي عشان القصائد البشريه اصحى معايا الكلام قول يا ولد احنا طالعين عايزين واد غنام ده انا كل ما يزهق يفتح تيك توك ويكتب ابراهيم الابيض ويعمل ساوند ويمثلهم بقى، يعني بشوفه بقى كتير بيمثل، شوفه كتير يعني كل اكونت ابراهيم الابيض. شكله كان بيحب الفيلم قوي. حاجة بضان. انا عن نفسي عرفت ابراهيم الابيض لما هو عمل عليه، لان انا بتغير. ده كمان بيعمل صوت بوداني. الراجل اللي عمره ما شتم. وانا بحبك يا ابن الشر. عمره ما شتم بصراحه. لا وايه، عمل دور بطوله. انت يا عم ابو كلب انت. لا اله الا الله، ده ايه الايام الغريبه دي بس يا ربي. وسع كده يا ابن الكلاب. خلاص يا عم، حقك عليا انا، حقك. يا جيار رايح فين تاني؟ يا جيار رايح فين تاني؟ الراجل اللي صوته احسن من صوت تامر حسني. ودي انا معاكم فيها بجد. تامر حسني جنبه ايه؟ ايه جنبه؟ قولوا لي. الراجل ده بيغير ولا يتغير؟ لا وايه؟ بيقول نصايح قد الدنيا، تقعد معاه في قعده تاخد منه كلمتين زي العسل. والنسوان في بلدنا جواهر، مستغربه ليه؟ طب لو عندك حته ماس هتخليها مداس للناس، ولا هتقفل جودة عليها ب100 ترباس، او يمكن حتى تأجر ليها 2 حراس؟ يبقى انا لا انا جاهل ولا غافل، كل الفرق ما بيني وبينك ان صعيد. لانه تامر الجيار، بس بجد هو عمره ما شتم. حاجة بضان. اقصد شتم بس مش، لا انا مش شتمش خالص. ضمنتونا يا ولاد الهربة. بيمثل تمثيل ايقوني، تمثيل ما تشوفوش من محمد رمضان. انت ما بتتلفتش ترد على موبايلك ليه؟ قلة فضل. افهم من كده ايه؟ افهم اللي تفهميه. واللي في بطني يا عبده. قلت لك مليون مرة روح سقط. العملية كلها بتكلف 3 ساغ ونص، وانا جدعانة مني هدفعهم لي. يعني محمد رمضان لو جه عنده في فيلم هو طبعا هيكتسح المجال، لانه تامر الجيار ده كمان بيرقص احلى من فيومي. عارف يعني ايه؟ يعني ده كمان بيحضر محاضرات ومثقف، يعني الله اكبر. مش عايز احسدك يا جيار. صوته اهو احمد قطا، شايفاه صوته بسم الله ما شاء الله عليه، اللي بيلعب رياضه، اللي ذكي، اللي دايما بيجيب تقدير ايه في الكليه، لكن هو ممكن يكون عصبي شويه. طبعا دي مش صفاتك يا احمد، انا بدي امثله. ممكن يكون عصبي ولكن هو. طب اقول لكم على حاجه، شاهدوا 26 ثانيه من الجيار وهو بيعمل العاده السمعيه. تعالى كده قرب كمان. بص الله، اطرب يا جيار، اطرب. عارفين ليه بيعمل كده؟ لانه تامر الجيار. تيجوا نعمل تحدي؟ وبسأل وقلبي بيحلم يوم يرتاح من جراح ليالينا اللي مش قادر مش يا جيار. الجمال ده جيار، ايه الجمال دوت. صحاب السوق مش بيقرب لهم خالص، يعني صحاب السوق عنده زي اكل مال اليتيم، طيب طيبه محدش طيبها في الدنيا، يعني طيب جدا. وزي ما قلت لكم بيموت في الاطفال، بيموت فيهم. يعني انت بتعمل ايه يا جيار؟ وفي اخر الفيديو هقول لكم ان تامر الجيار ده اقسم بالله حبيبي، لانه عمره ما شتم على السوشيال ميديا. وانا بحبك يا ابن الشر. لا خلاص بجد والله العظيم هتكلم بجد. تامر الجيار انا بحبك جدا، انت القدوه بتاع تيك توك كله. طيبتك ورجولتك وجدعنتك
كده كده. الفيديو صغير جدا مش بتريق على حد، انا كده كده بحبه اقسم بالله. وبس كده، ادخلوا على القناه هتلاقوا لينك الانستجرام ولينك التيك توك. وبس كده دلوقتي نقدر نقول البتنجان اخد البرجر في حته تانيه. بحبك يا جيار.